العراق راح يلعب السعودية اليوم، يفوز العراق نصعد الكأس العالم، يخسر نطب بتصفيات ويا منتخبات من خارج آسيا. يعني الفوز على قد ما هو صعب بس مستاهل. واليوم جايين نتوقع المباراة واقول لكم شلون العراق ممكن يخطف الفوز. مبدئيا السعودية فريق قوي، شوفوا سوالف كأس آسيا 2007 اللي صار ل 17 سنة، خلونا نركز هسه. السعودية عندهم لعيبة بجودة عالية، دوريهم قوي، اصلا تاريخ اللعبات بين العراق والسعودية ناري، يعني ما حد عنده كعب عالي على الثاني. هسه ركز لي على تشكيلة السعودية باخر مباراة، راح نعرف شي مهم. المنتخب السعودي ما يقدر يسيطر على الوسط، يعني املنا بيك زيدان اقبال. تتذكر هاي الصورة بمباراة الريال والسيتي، بنسبة 99% الريال راح يخسر. هذا وضع العراق حاليا. اكو سيناريو واحد ممكن العراق يفوز به. اولا لازم يلزم دفاع الشوط الاول كله، لان لو يجي بينا هدف العباس بعد ما يرجعنا. شوفوا سوالف الريمونتادا وخلي الفريق كله يرجع دفاع. بشار رسن، مهند علي، كلها ترجع دفاع. كل الشله التعبانه هاي ترجع دفاع. الشوط الثاني عاد ينزلون الوسط اللي راح يسيطر على الملعب اكيد، زيدان اقبال والعماري. شفناهم مباراة اندونيسيا عليهم استلام وباصات حلوه. هسه بهاي المباراه ممكن زيدان اقبال يثبت نفسه على بشار رسن وعلى وسط العراق التعبان. عاد اذا دجت حيل ينزل ايمن حسين يجيب كله ونفوز. بس صدق ما اشوف العراق يفوز الا بمجهود فردي، لان التكتيكات شلناها وشمرناها من الشباك. حساب الانستغرام وسلام.